السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل سمك. ناس كتيرة في رمضان ما بتحبش تاكل السمك، لكن الحقيقة السمك له مواصفات معينة عشان تكليف رمضان. يعني مش أي سمك هتاكليه، لأن السمك معروف عنه إن هو بيعطش، ففي سمك معين يعني لما بتاكليه بتبقي مستريحة في الصيام. يعني له شروط، هنقول الشروط دي. هتاكليه ومش هتحسي بقى بالتعب وان انت تبقي عايزة تنامي وكلام من ده. يعني احنا هنا جبنا، لو عايزة تاكلي السمك وما تتعبيش في رمضان، هاتي السمك اللي هو اللوت. السمك البلطي برضو مش بيعطش قوي، لانه مش دسم يعني كده، وتلاقيه بيبقى تقيل وفيه سمونية زي اللي هو البوري والاسماك اللي هي الدنيس والاسماك دي. السمك اللوت بيبقى خفيف جدا، وفصوصه بتبقى بيضة وما فيهوش شوك كتير لو في اطفال صغيرة. وغير كده للكبار برضو بيبقى حلو، يعني مش دسم، ما فيهوش سمونية ودهنة كتيرة كده، دهون زي البوري والدنيس والأسماك دي. فبيبقى خفيف جدا، لو كلتيه في الصيام هترتاحي جدا. كمان من ضمن الشروط اللي هي لو أكلتي سمك في الصيام، الرز يعني يفضل تعمليه أبيض. بلاش بقى اللي هو السمك الصيادية. برضو أنا هعمله شوربة بس ببصلة بيضة، يعني زي المرتة كده. وبرضو الرز ما تعملهوش اللي هو الرز الصيادية، اللي هو الرز بالتقلية اللي هو بيبقى أحمر وغامق وكده. الرز الصيادية بنعمله البصلة الحمراء الغامقة اللي هي بتبقى مقلينها جامد في الزيت، فدي بتبقى برضو صعبة شوية بالنسبة للصيام، بتبقى تقيلة على المعدة شوية. فيفضل يعني ان انتي برضو تعملي لهم الرز اللي هو الابيض. عملت طبق جنب الطبق المقلي، عملت منه لان هو بيبقى ملك السمك الشوربة اللي هو اللوت. بصراحة بيبقى لذيذ جدا وحلو في الشوربة يعني. فعملت طبق شوربة كده علشان اللي عايز يفطر على حاجة دافية. السمك اللوت بيبقى أوزانه كبيرة، يعني السمكة بتعدي 1.5 كيلو 2 كيلو. أنا هنا جبت سمكتين، فهنا جبت السمك قطعته اللي هي الجزل دي، اللي هي قطع، يعني احنا بنقول عليها جزل، لان احنا من البلاد السواحلية يعني، فقطعناه جزل كده. وجبنا توم وليمون وكمون وكزبرة والملح، وعملنا له الدقة بتاعته الخلطة دي جميلة، وقطعته وابتديت اتومه كده. والثوم جبنا توم كتير كنت جايباه، يعني كان عندي في الفريزر، وابتديت قطعة قطعة كده ان انا اتومه. وبعد كده هشتغل مرة واحدة، يعني هولع، هشغل يعني البوتاجاز ال3 عيون مرة واحدة، فالاكل هيخلص معايا بسرعة. يعني هحط عين، اشغل عين عليها هقلي السمك، وعين هعمل عليها الرز، وعين هعمل عليها الشوربة. يعني الاكل ما خدش معايا حاجة خالص، ما خدش وقت. يعني قبل الفطار كده بتلت ساعة كان كله خلص.
وعملت كمان معاها سلطة خضراء. الحقيقة السمك غلي جدا، يعني هنا اللوت بيتباع ب100 جنيه كيلو، 110 خدته منه ب100. لأن احنا على طول يعني زباينه كده، فنزل لي يعني في سعره. صعب جدا الواحد يقعد شهر بحاله ما ياكلش سمك، وخصوصا يعني في البلاد السواحلية اللي هي زي مدن القناة، زي اسكندرية، زي المدن اللي هي بتعيش على يعني معظم أكلها بيبقى أسماك. لازم يعني كل أسبوع لازم البيوت يعني أسبوع في الأسبوع مرتين وثلاثة بناكل سمك يعني. فصعب جدا إن طبعا الشهر كله يعدي ومحدش يعني ياكل سمك. فبنضطر بقى يعني في رمضان ان احنا نجيب، بس زي ما قلت لكم كده بنجيب الاسماك اللي هي بتبقى خفيفة على المعدة، ما تعطش وما تبقاش دسمة، فتبقى خفيفة على المعدة. وعلى فكرة برضو في الأيام العادية حتى من غير رمضان يعني أنا بفضل اللي هي الشوربة البيضة اللي هي بتبقى بالبصلة كده، بتعمليها زي مرتة كده، او ان انتي لو عايزة تخلصي بسرعة يعني فبروح ايه، بروح حاطة معلقة الزيت وبقطع البصلة، يعني مش رفيع قوي، يعني بتبقى ايه، مش تخينة، ايه مش تخينة قوي مش رفيعة قوي. بروح مشوحاها بس يا دوبك تدبل كده في الزيت، بحط عليها الملح والفلفل الاسود وبقلبها، وبعد كده بحط لها المية، فيا دوبك بتغلي بروح حاطة فيها السمك. دي بتبقى خفيفة جدا جدا يعني، وبتديلها احياء اللي هو الملح حاجة بسيطة، لان انتي طبعا بتبقي محيقة السمك فعلشان ما يحدقش معاكي يعني، ما يبقاش حادق. فهي بتبقى يعني اخف بكتير يعني بالنسبة للناس اللي هي ما بتحبش التقلية والحاجات دي. جربوا الطريقة بتاعت شوربة السمك اللي هي الشوربة البيضة دي، بتبقى خفيفة جدا يعني اللي هو معدته مش بتستحمل التقلية والحاجات دي. وهنبقى نعمل برضو إن شاء الله في حلقات تانية اللي هي اللي هو السمك الصيادية، والرز اللي هو الأحمر اللي هو بالتقلية وكده. إن شاء الله هنعملها برضو، أنا عملت قبل كده يعني في القناة، بس هنبقى نعملها تاني إن شاء الله برضو، علشان خاطر بناتي الصغيرين برضو اللي لسه بيدخلوا المطبخ وبيتعلموا يعني الأكل وكده. هنا شغلت ال3 عيون بتاعة البوتاجاز مرة واحدة، بتعمل الرز، وحطيت هنا ليمون في القشر الليمون اللي أنا كنت عصراه، وباقي حتة من البصلة برضو علشان لما نيجي نقلي السمك ريحة الزفارة ما يعني بتروح. أنا غسلة السمك حلو قوي بالليمون برضو. وهنا حطيت البصلة هي بتاعت الشوربة اللي هي شوربة السمك. حطيت ورق لوري، وحطيت ورق لوري مع الرز برضو، بيدي ريحة حلوة وبيخلي ريحة الرز حلوة. وحطيت برضو ورق لوري مع الزيت اللي هقلي فيه السمك، وحطيت فصوص توم، فصين يعني، فصين توم كده رحت مفدغاهم وحطيتهم معاهم، بيدي برضو ريحة حلوة للسمك وانتي بتقليه، بيبقى حلو جدا. هنا نقلي السمك،
بتبقى أكلة جميلة جدا. هنا خلاص البصلة استوت، هحط بقى السمك، قطع السمك فيها، والرز برضو. كنت في الكاتل بغلي المية، يعني مجرد 10 دقايق اما الرز بيستوي بيبقى كل الأكل جاهز مرة واحدة. ببقى طبعا في الفترة دي غسلة الخضار بتاع السلطة، بقطعها على طول على القطاعة، بيبقى كده الأكل جاهز في تلت ساعة. أتمنى أن أكلنا يعجبكم، وأتمنى أن انتوا تعملوا لنا لايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. كل سنة وانتوا طيبين، واشوفكم على خير.